المرتبة للأسف مش بيت باقي الفراش، هي المطعم اللي بتاكل فيه بس، لأن الأماكن اللي الحشرة بتعدي عليها علشان خاطر تتغذى مش لازم تكون نفس الأماكن اللي الحشرة بتستخبى فيها طول الوقت علشان خاطر تتكاثر، ودي مشكلة كبيرة بيعاني منها ناس كتير. أنا دورت في المرتبة أو نقلت المرتبة أو عرضت المرتبة للشمس وللأسف ما جابتش معايا نتيجة، والحشرة رجعت تظهر تاني حتى وأنا نايم على الأرض. باقي الفراش بيخرج من المكان اللي هو مستخبي فيه، يبدأ يتحرك في مسارات ليه علشان خاطر يبدأ إن هو يتغذى، بعد ما يمتص الدم ويملى معدته بقرصة أو أكتر يبدأ يرجع تاني للمكان اللي كان مستخبي فيه. وساعتها الناس تصحى من النوم تدور في المرتبه ما تلاقيش حاجه، او تلاقي واحده على المرتبه فتقتلها وتقول خلاص كده انا المشكله راحت معايا. وعشان كده برضو ممكن تصحى من النوم تلاقي قرصات موجوده على جسمك وتفتش المرتبه كويس جدا جدا، المرتبه والمخده للاسف ما تلاقيش حاجه، لان الحشره جريت على مكان اختبائها تاني. الحشره ممكن تكون مستخبيه فعلا في خياطه المرتبه، لكن ممكن كمان تكون في ظهر السرير، داخل فتحه، داخل مسمار، في السوسته بتاعه المرتبه، في زوايا واركان السرير، في الملل، اماكن كتير قوي ممكن الحشره تعيش فيها. لازم تفحص كل الاماكن اللي انت شاكك ان الحشره ممكن تبقى موجوده فيها علشان تقدر توصل لاكبر عدد من الاماكن اللي الحشره تكون مستخبيه فيها، مش مجرد انك انت تعرض المرتبه للشمس وبس. جسم باقي الفراش مفلطح جدا، وده بيساعدها ويسمح لها انها تخش في اماكن ضيقه جدا يمكن انت ما تعرفش تشوفها. وساعات في اوقات المعاينه بلاقي السطح نضيف جدا من بره، بس لو ركزت فيه هتلاقي الحشره مستخبيه جواه، بالذات اول ما نحرك السرير ونبدا نبص في ظهر السرير بنلاقي دايما فضلات وقشور ناتجه عن انسلاخ الحشره. عشان كده ناس كتير جدا بتقول ان المكافحه عندها فشلت نتيجه انها جابت ماده كانت فعاله وكويسه جدا، بس للاسف رشتها على الملايه فوق وسابوا المصدر اللي موجود فيه الحشره، ويقيموا الرشه دي على اساس ان للاسف باقي الفراش مش بيتكافئ. هو في الحقيقه انت للاسف ما رشتش باقي الفراش اصلا، لان العلاج بتاعك ما وصلش للمكان اللي الافه بتستخبى فيه، هو وصل للسطح بس اللي الافه بتعدي عليه عشان تاكل. وبما ان المبيد ده لمده تكسير، لو عرفت مده تكسير المبيد ده هتعرف ان المبيد ده خلال 3 ايام مثلا هيتكسر، فاي حشره هتظهر بعد 4 ايام تعدي على المسار ده للاسف مش هتلاقي المبيد فعال. فانت هتفتكر ان المبيد ده مش حلو، هو المبيد ده ليه مميزات وليه عيوب. ماده سريعه التكسير هتاثر على الحشره بشكل سريع، يبقى انا لازم ادور في كل الاماكن اللي الحشره عايشه فيها واغطي كل الاماكن اللي الحشره ممكن تبقى موجوده فيها علشان اقتل اكبر عدد ممكن. لكن لو استخدمت ماده بطيئه شويه خدت معايا وقت اطول عقبال ما تتكسر، اي حشره هتبدا تطلع على السرير هتبدا تتاثر بالمبيد ده. وده مش معناه ان انا اجيب اي ماده وخلاص حتى لو ممتده المفعول وابدا ان انا ارشها، الفكره ان انا افهم الماده دي شغاله ازاي، المبيد ده بياخد وقت قد ايه عشان يقتل الحشره، المبيد ده هيفضل ثابت قد ايه على الاصل، بناء عليها اعمل الخطه بتاعتي. باقي الفراش دايما بيفضل ان هو يكون قريب من مكان الانسان نايم فيه، لكن هو قادر انه يتحرك من مكان الاختباء بتاعه علشان خاطر يدور على مصدر غذاء ليه. عشان كده غلطه من الغلطات اللي الناس بتكررها انها تستخدم مبيد لريحه نفاذه على اسطح المرتبه، فالآفة تبدا تحس بالخطر وتبدا تبعد من السطح ده لاماكن اعمق شويه، واول ما المبيد يتكسر تبدا تتحرك تاني عادي، فالعميل يحس ان للاسف الماده دي ما جابتش نتيجه، مع انه لو رش الحشره بشكل مباشر هتموت قدامه فورا. لو القرصات عندك بتظهر في المخده ما تحكمش ان المخده دي هي البيت بتاع الحشره، لو المرتبه شكلها نظيف ما ترميش المرتبه وتقول انها سبب المصدر بتاعي، او تقول ان المرتبه دي نظيفه ما فيهاش حاجه. افتكر الجمله دي كويس، المرتبه هي المكان اللي الآفة بيتغذى عليه، او المكان اللي الآفة بيوصل له علشان يقدر يوصل لك، لكن مش شرط يكون هو مكان الاصابه الحقيقي. ومش معنى انك لقيت واحده او اتنين موجوده فيه ده معناه ان كل الآفات متجمعه على المرتبه. في شق صغير انت عمرك ما بصيت جواه الآفات كلها متجمعه جوه. لو عايز تعرف معلومات اكتر عن موضوع الحشرات تواصل معايا.